السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكتر تحلية محبوبة في الشتاء. هنعمل البطاطا بالكريمة، وهخليها تطلع معاك ان شاء الله بنفس الطبقة اللي انت شايفاها كده، وطعمها جامد جدا. بص يا باشا، طبقة الكريمة والبطاطا كان طعمها حكاية. يلا بينا نقول بسم الله. الاول عندنا هنجيب البطاطا بتاعتنا وهنغسلها. بعد كده هنقشرها وهنقطعها دواير زي ما انتوا شايفين، وهنحطها في حلة عندنا، وهننزل بكوباية الا ربع من السكر، وكوباية من المية، ومعلقة من القرفة عشان تدلع الطعم، وسيبها يا باشا على النار تتسلق. اول لما تبتدي تتسلق عندنا كده زي ما انتوا شايفين، هنطعمها بمكعبين من الزبدة وهنقلبهم مع بعض. بعد كده هننزل بيها في البايركس عندنا وهنهرسها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنسويها وهنعمل طبقة تحت نفس الطريقة اللي انتوا شايفينها بكل بساطة، يعني هو الحوار بسيط جدا. بعد كده هنجيب الحلة عندنا علشان نعمل الكريمة. هننزل بلتر الا ربع من اللبن، وتلات معالق من النشا بره النار، وهندوبهم في اللبن وهنرفعهم على النار. وبعد كده هننزل بأربع معالق من الكريم شانتيه، ما يعادل باكو من الكريم شانتيه. والسكر تدريجي بقى حسب الرغبة. أنا نزلت بأربع معالق من السكر. وأول لما القوام يبتدي يتقل معانا كده، هننزل برشة من الفانيليا ومكعبين من الزبدة عشان يطعموا الكريمة بتاعتنا. انزل يا باشا وهي سخنة على البطاطا. شكلها حكاية من قبل ما تستوي أصلا. بص يا باشا البطاطا، وبص طبقة الكريمة. ويلا بينا على الفرن. 20 دقيقة على درجة حرارة 180، وهتشغلي فوق بس. طعمها حكاية والشتا بيحب البطاطا. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وشير كتير بقى، وشكرا.